السلام عليكم. هذا الفيديو درته بخصوص نهضر في واحد الموضوع اللي هو علاش ما كتقدرش تكمل في الاهداف ديالك اللي كتقولها ديرها، وعلاش بعض الناس كيقدروا انهم ينجحوا في الاهداف ديالهم اللي كيرسموها او اللي كيتخيلوها وانا لا. بالنسبه للاهداف، بزاف ديال الاشخاص كيظنوا بان فقط انني نقول بانني او نشوف شي شخص داير او واصل لشي حاجه بانني حتى انا نقدر نوصل ليها فقط غير بالهضره. ولكن ما عارفش بانه الا بغيت ندير واحد الهدف او بغيت نوصل لواحد الهدف ونحقه، خاصها تكون عندي واحد الرغبه، وهاد الرغبه اللي كتنقص او كتكون ناقصه عند بزاف الناس، بالخصوص اللي كيرسموا شي هدف، مثلا يبنيو واحد الفورمه مزيانه، او ينجحوا في واحد المسار دراسي، او يوصلوا لواحد الاشياء كانوا كيتمناوها وكينويو كيبداو في العمل عليها. ولكن كيدوز واحد المده كيفقدوا هذيك لا موتيفاسيون باش يحققوا هذاك الهدف. وهنا كيختلفوا بعض الناس، كتشوف بان بعض الناس كينجحوا في هذاك الهدف ديالهم، بينما ناس اخرين كيدوزوا واحد المده وكيفشلوا في داك الهدف. وكاين بزاف ديال الاسباب اللي كتخلي الناس ينجحوا وناس كيفشلوا في داك الهدف اللي كيرسموه في حياتهم او اللي كيتخيلوا يوصلوا ليه. بالنسبه للاشياء اللي كتخلي الناس يفشلوا في داك الهدف اللي كيتمناو يوصلوا ليه، هي كتكون عندهم رغبه خارجيه فقط، ما كتكونش عندهم رغبه داخليه. شنو هي الرغبه الخارجيه؟ الرغبه الخارجيه فاش كنشوف شي واحد عنده واحد الفورمه او الجسد قوي، عنده عضلات، وكنتمنى انني نولي بحاله، وكنبقى نخدم على داك الجسد، كندوز واحد المده وما كنوصلش لهداك الجسد اللي كنطمح ليه او اللي باغي نديرو بحال داك الشخص المثال ديالي. وكيكون هناك واحد الفشل وواحد انخفاض ديال الحافز او لا موتيفاسيون عند داك الشخص اللي باغي يوصل لهداك الهدف، اللي كتخليه انه ما يبقاش يكمل في داك المسار ديالو. ايضا مثلا كنبغي نوصل لواحد المستوى دراسي عالي او واحد الوظيفه، وكنشوف شخص اخر واصل لديك المرتبه وكنبغي ندير بحاله، وكنبقى نخدم على داك الهدف ديالي نهار على نهار. ولكن كتوصل لواحد اللحظه اللي كنفشل فيها وكنقول بانه داك الشخص راه عنده الوساطه او كيغش او الى غير ذلك. نفس الشيء بالنسبه لكامل الاجسام، كنقول بان داك الشخص كيستعمل المحفزات بحال الاستيرويد الى غير ذلك. بينما هنا كنكون بانني عندي فقط لا موتيفاسيون خارجيه، بينما الاشياء اللي خصني نديرها باش نوصل للهدف ديالي هي تكون عندي واحد لا موتيفاسيون داخليه. كيفاش هذيك لا موتيفاسيون داخليه؟ هذيك لا موتيفاسيون داخليه اللي تساعدني باش نوصل للهدف ديالي بطريقه لا تخليني نكون محفز دائما، ماشي محفز نهار ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. التحفيز ما كيجيش في نهار، حيت فاش كتشوف الفيديوهات التحفيزيه مثلا اشخاص كيحفزوك او يقول لك دير، قوم بهادي، فعل هادي، هذاك فقط تحفيزات او هذوك فقط تحفيزات خارجيه. بينما التحفيزات الداخليه هي اللي كتخليك بانك تكمل في ذاك الهدف، وخا تشعر بواحد الفشل في المسار ديالك
او الطريق ديالك نحو داك الهدف كتكمل. اذا كيفاش نقدر نحفز ديك الرغبه ديالي، او نخلي راسي بانني نكمل في داك المسار ديالي باش نوصل لواحد الهدف، او نخلي هذيك لا موتيفاسيون ديالي قويه باش نوصل لداك الهدف. اهم شيء هو تخطيط للاستمراريه. ناخذ مثلا ورقه او دفتر او مذكره، ومن الافضل ناخذ ورقه، كيكون واحد الاوراق، واحد الشكل اوراق على شكل ملونه وكتقابله التلصيق، ونكتب داك الهدف ديالي. ولكن ما ننساش واحد الحاجه، نحاول نخلي الهدف ديالي سهل المنال، ما نصعبش عليا الاهداف، حيت في بعض الحالات نقدر نرسم او نكتب هدف ويكون صعيب، وهذا الشيء يؤدي بيا للفشل مره اخرى. بينما الا كتبت او رسمت الهدف ديالي ويكون سهل الوصول اليه، ويكون على شكل، او يكون الحافز ديالي تدريجي، في هذيك الساعه نقدر نوصل للهدف ديالي ولكن تدريجيا. وديما نخلي سقف الطموح ديالي او لا موتيفاسيون ديالي طالعه. علاش؟ باش نوصل للهدف ديالي. ناخذ ورقه نكتب فيها الاهداف الصغار باش نوصل لهذاك الهدف الكبير، ونخلق واحد الروتين يومي اللي خصني نلتزم به كل نهار باش نوصل لذاك الهدف ديالي، ونحطها في شي مكان يكون باين ليا كل نهار، نفيق عليه، نعس عليه، في اي بلاصه، في الحائط، حتى في المطبخ ما كاين مشكل، في الثلاجه نلصقو داك الهدف ديالي، باش يكون هذاك الهدف واحد الحافز او واحد لا موتيفاسيون اللي غادي تخليني نوصل لواحد الهدف ديالي اللي باغي نحققه. كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك، وان شاء الله ندير لكم فيديوهات بحال هذا الشكل. والسلام عليكم.